الرحيم. اهلا ابنائي طلبه وطالبات الصف الخامس الابتدائي، رجعنا لكم تاني مع الترم الثاني ومع اول درس في الوحده السابعه اللي هو بيتكلم عن كسور متحده المقام. هنجيب كسور متكافئه وهنجيب كسور متحده المقام بس باستخدام المضاعف المشترك الاصغر. طبعا موضوع الكسور ده مش جديد عليكم، احنا اخدنا الكسور قبل كده في ثالثه ورابعه ابتدائي. النهارده باذن الله هناخدها برده، بس هنعرف ازاي نوحد المقامات عن طريق المضاعف المشترك الاصغر. درس سهل وجميل، يلا بينا. انا دلوقتي لو عندي مستطيل زي ده كده وجيت انا قسمته نصين، فكل جزء من الجزئين دول ده بنقول عليه 1/2 وده 1/2 اللي هو نص، يعني كل جزء من الجزئين ده بيبقى اسمه نص. طب لو انا حبيت اقسم نفس المستطيل اللي معايا دهوت بس يبقى 4 اجزاء بدل من جزئين، فانت عندك الجزء اللي كان نص ده اللي هو الجزء ده مع ده بقى كام؟ بقى 2 من الاربع اجزاء كلها، بقى 2/4. تمام؟ وده مع ده برضو 2/4. يعني ايه؟ يعني النص اللي هو 1/2 هو 2/4. انا عندي الكسر ده اسمه له بسط وله مقام، اللي فوق ده اسمه البسط واللي تحت ده اسمه المقام. المقام ده بيكون عدد الاجزاء كامله اللي عندي، يعني انا لما كنت مقسمهم 2 بس كنا حاطين في المقام 2، وكان كل جزء من ده 1 من 2 نص المستطيل، ماشي. ولما خليناهم 4 اجزاء بقى كل الشكل ده كده بقى 2 جزئين في البسط اهو من الاربع اجزاء اللي هم بتوع المستطيل كاملين، والنص هو الربعين بيساووا بعض. من هنا بنقدر نقول ان انا ممكن اجيب كسور تكون متساويه مع ان رقم البسط والرقم اللي في المقام مختلفين بس الكسور متساويه. يعني انت عندك نص اهو قلنا ان هو بيساوي 2/4. طب هنجيبهم ازاي؟ هنفكركم، انتوا درستوا الكلام ده قبل كده واحنا هنفكركم ان احنا بنجيبهم ازاي. يلا بينا. اول مثال معايا هنا بيقول لي نص، بيقول لي اوجد ايه بقى؟ اوجد كسور مكافئة باستخدام عملية الضرب. احنا كنا بنروح نجيب كسور مكافئة يعني مساوية بالضرب ازاي؟ فاكر لما كنا بنقول احنا ممكن نضرب البسط والمقام في نفس العدد؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي نص عايز اجيب له كسر تاني بيساوي، ممكن كنا بنيجي نقول خلاص هنضرب البسط في 2، وطالما ضربنا البسط في 2 يبقى نضرب المقام هو كمان في 2 عشان ما نغيرش قيمه الكسر. طب اشمعنى 2 فوق و2 تحت؟ ما هو 2 فوق و2 تحت، يعني انا ضربت في 2/2 يعني ضربت في 1. ضربت في ايه؟ في 1 عشان ما اغيرش قيمه الكسر. اشمعنى؟ يعني هي 2/2 1. ما انت عندك 3/3 دي 1 برضو، 5/5 دي 1 برضو، 6/6 دي 1. انت عايز تجيب كسور مكافئة اضرب في 1، بس مش هتروح تضرب له النص في 1 كده، ما هي 1 أو 1/1 أو 1 يعني هيديك برضو نص، هي يبقى انت جبته هو نفس الكسر. لا، في 1 بس ما يساوي 1 من الأعداد بقى أي عدد تاني غير الواحد. يعني 2/2 ده ب1، 3/3 ده ب1، 5/5 ده ب1. انا لو ضربت فوق في 2 وتحت في 2 انا كده ما غيرتش قيمه الكسر. 1 في 2 ب2 و2 في 2 ب4، يبقى انا جبت كسر تاني اهوت اللي هو 2/4 بيساوي النص. طب ده انا جبت كسر واحد، ممكن اجيب كسر كمان. ايوه، لو انت قلت بدل ما هضرب في 2/2 انا هضرب فوق في 3 وتحت في 3، هتجيب برضو اهو هنضرب فوق في 3 وتحت في 3، ما هو 3/3 يعني 1 برضو. طيب هيساوي، هنقول له ايه بقى؟ 1 في 3 ب3 و2 في 3 ب6، يعني فعلا نص اداني 3/6. ما هو ال3 نص ال6 والواحد نص ال2 وال2 نص ال4. كده البسط نص المقام، يعني كل الكسور دي بتساوي نص. طب لو واحد تاني قال لا انا هضرب في 4، انا هضرب في ايه؟ في 4 فوق، يبقى هنقول له برده طالما ضربت في 4 فوق تضرب لي في 4 تحت برده عشان ما تغيرليش قيمه الكسر. هيبقى بيساوي، هنقول له بيساوي ايه بقى؟ انت هتضرب الواحد في 4 اداك 4، وهتضرب الاتنين في 4 ادتك 8، يعني 4/8 بتساوي نص. ايوه، ما هي ال4 اساسا نص ال8، يعني كل ده بيساوي نص. كل دي كسور مكافئة للعدد للكسر ايه؟ نص. يلا نشوف. هنا دلوقتي بيقول لي اكمل ميات. احنا كل اللي فات ده قلنا ايه؟ باستخدام عملية الضرب. كل اللي فات ده هو في عملية تانية ممكن اجيب بها كسور متكافئة. ممكن اجيب كسور متكافئة بالقسمة، بعملية القسم، بس احنا دلوقتي في الضرب. تمام؟ طالما انت بتلاقي ان الكسور الاعداد بتاعتها بتزيد، يعني البسط زاد والمقام زاد، يبقى انت بتضرب. تمام؟ اما لو انت عندك عدد كبير ولقيت البسط قل والمقام قل يبقى انت بتقسم، وهنشوفها بعد شوية. هنا اول مثال معايا بيقول لي اكمل ما ياتي. ماشي،
ايه انا هجيب منين؟ احنا كنا واخدين زمان من اول تالتة ابتدائي. انت عندك دلوقتي كسر كامل اهو، ده هو اساس شغلك، ده الفيصل بتاع شغلك. تعالى كده التلاتة بقت 9، يبقى زادت ولا قلت؟ زادت يبقى اتضربت في كام بقى؟ التلاتة عشان تبقى 9 يبقى اتضربت في 3، صح كده. يبقى انا هضرب الاتنين كمان في 3 عشان ما اغيرش قيمة الكسر. 2 في 3 هتديني كام؟ هتديني 6. يبقى انا كملت له اول حاجة اهو. طيب بعد كده بيقول لك التلاتة بقت 15، زادت يبقى اتضربت برضو. اتضربت في مين؟ التلاتة عشان تبقى 15 يبقى اتضربت في 5. يبقى انا عشان ضربت المقام في 5 لازم اضرب له البسط هو كمان في 5. يبقى 2 في 5 بكام؟ 10. تمام. نكمل اللي احنا كملناهم بلون تاني عشان نبقى معروف ان ده اللي احنا ايه اهو 10. تمام. بعد كده ايه اللي موجود عندك؟ انت كل شغلك من الكسر الاصلي اللي له بسط ومقام جاهزين كاملين معاك. الاتنين بقت 8، زادت يبقى اتضربت. الاتنين عشان تبقى 8 يبقى اتضربت في كام؟ اتضربت في 4. يبقى انا لازم اضرب التلاتة دي برضو في ايه؟ في 4. اضرب التلاتة دي برضو في ايه؟ في 4. لما اضرب التلاتة في 4 هتديني كام؟ هتديني 3 في 4 بكام؟ ب12. يبقى انا اكتب له هنا 12. بعد كده الاتنين ده هي عشان تبقى 10 يبقى اتضربت برضو لانها زادت. اتضربت في كام؟ 2 عشان تبقى 10 يبقى اتضربت في 5. يبقى انا هضرب له التلاتة دي في كام برضو؟ في 5. هتبقى كام؟ 15. ماشي. طيب بعد كده بيقول لي عايز كسور مكافأة بس عن طريق القسمة. يعني انت عندك اعداد تقدر تقسمها فوق وتحت على نفس العدد. يعني لو قسمت فوق على عدد ما تقوليش هقسم على 1 عشان تريح دماغك. ما انت لو قسمت على 1 فوق وعلى 1 تحت هيدي لك 5 على 1 ب5 و10 على 1 ب10. لا، يبقى انت بتقسم على اي عدد ما عدا الايه؟ ما عدا الواحد. تعالى كده شوف هيقبلوا الاسم على الاتنين؟ لا. انا هقول لك حاجه صغيره كده، انت بص دايما على الصغير. الصغير هنا 5. شوف الكبير بقى. بصيت على الكبير. هل ال10 تقبل الاسم على 5؟ ال10 تقبل الاسم على 5. طب يبقى انا هقسم فوق وتحت على 5. هقسم فوق وتحت على 5. طالما الكبير معاك يبقى الاسم على الصغير، اقسم فوق وتحت على نفس العدد الصغير. 5 على 5 هتديني 1 و10 على 5 هتديني 2. انا كده صغرت له الكسر اصغر حاجه ممكن اقدر اصغرها له فيها. ايه اللي عرفك ان ده اصغر حاجه؟ لان البسط فيه 1 مش هتقدر تصغر اكتر من كده. طب عندك 3 و9. طب فين الصغيره ال3؟ فين الكبيره ال9؟ ال9 تقبل الاسم على ال3. ايوه. يبقى انا هقسم فوق وتحت على 3. ما هي ال3 هتقبل على نفسها وال9 هتقبل على ال3. هنقول 3 على 3 فيها ال1 و9 على 3 فيها ال3 ادوني تلت. تمام. طب 6 و10. جيت بصيت على الكبيره اللي هي 10 مش هتقبل اسم على 6. بس ال6 وال10 اعداد زوجيه يقبلوا الاسم على الاثنين. كل الاعداد الزوجيه تقبل الاسم على 2، صح كده. 6 على 2 هتديني 3 و10 على 2 هتديني 5. وطالما ان انت فوق عدد اولي وتحت عدد اولي يبقى انت خلاص مش تقدر تصغر العدد عن كده. فوق 10 وتحت 30 ده احده 0 وده احده 0 يبقى الاثنين يقبلوا الاسم على ال10. ده يقبل على 10 وده يقبل على ال10. 10 على 10 1 و30 على 10 فيها ال3 ادالنا تلت. طالما البسط فيه 1 يبقى انت وصلته لابسط صوره ممكن يوصل لها. وصلت الكسر لابسط كسر ممكن نوصل له او ابسط صوره ممكن نوصل لها. بيقول لي ضع الكسور الآتية في أبسط صورة. يعني إيه أبسط صورة؟ يعني مش تقسم بقى وخلاص، ده أنت لازم تضمن إنك وصلته لأبسط صورة تقدر توصلها. يعني مش هتعرف تختصره ولا تصغره أكتر من كده. يعني تقسمه على أكبر عدد يقبل الاسم عليه. تمام. طب ما أنت لو جيت هنا وقلت لي أنا عندي 8 و12 دي أعداد زوجية، طب أنا هقسم على 2 فوق وعلى 2 تحت. هتلاقي ان انت 8 على 2 4 و12 على 2 6. طب ما هو فوق وتحت زوجي لسه يقبلوا على الاثنين برضو. يبقى هتقولي اقسم على الاثنين فوق تاني واقسم على الاثنين تحت تاني. 4 على 2 فيها 2 و6 على 2 فيها 3. وصلوا ان انت بقى عندك عددين اوليين فوق وتحت. خلاص كده صغر. واحد تاني يقول لا طب ما انا هاجي ابص بدل ما اقعد امشي خطوه خطوه واقسم على 2 اقسم على 2 ما اشوف عدد يقبلوا الاسم عليه هما الاثنين واجيبها في خطوه واحده. قول لي حبيبه تعمل ايه؟ ال8 وال12 يقبلوا الاسم على ال4. ليه؟ لانهم موجودين في جدول، في نتائج جدول ال4، صح كده. من مضاعفات العدد 4. ال8 وال12 من مضاعفات العدد 4. لو قلت 8 على 4 فيها ال2 و12 على 4 فيها 3 وهقول لك انت ولد ممتاز لانك جبت المساله في ثانيه وفي خطوه واحده. طب هنا 24 و36 ممكن ولد يقول لي انا مش هعرف هما بيقبلوا الاسم على ايه. فطبعا فوق زوجي وتحت زوجي هقول على 2. يعني 24 على 2 فيها 12 و36 على 2 هنقول 18. طب ما هو فوق زوجي لسه وتحت زوجي هتقول هقسم على 2 تاني. ادالنا فوق 12 على 2 فيها 6 و18 على 2 فيها 9. ده 6 و9 ينفع اصغرهم تاني. ليه؟ ده فوق زوجي وتحت فرد بس يقبلوا على 3.
6 على 3 هتديلي 2 و9 على 3 هتديلي 3. طب واحد تاني يقول لي لا انا مش همشي الخطوات دي كلها، بس انت خلاص وصلت في النهايه لابسط صوره اهيا، انت كده صح. واحد هيقول لي مش قادر امشي الخطوات دي كلها او مش حابب ان انا امشي الخطوات دي كلها، هقول له مالها تعمل ايه؟ هيقول لي ال 24 وال 36 يقبلوا القسمه على 12. وممكن واحد تاني يقول لي ده بيقبلوا القسمه على 6. ماشي، فانت امشي لحد ما تخلصوا خالص لاصغر حاجه ممكن توصل لها. 24 على 12 فيها الاثنين، 36 على 12 فيها التلاتة، انت كده وصلتها لابسط صوره في خطوه. طب واحد تاني ما كانش فاكر انهم يقبلوا القسمه على ال 12 وقال لي ده ال 24 وال 36 الاثنين يقبلوا القسمه على 6 على 6. ماشي، 24 على 6 فيها الاربعه، 36 على 6 فيها الستة. 4 و6 دي اعداد زوجية، ارجع اختصرهم تاني او اصغرهم ان انا اقسم على 2 فوق وعلى 2 تحت. 4 على 2 فيها 2 و6 على 2 فيها 3. انت وصلت برضو، حاول توصل. والله قدرت توصل من خطوة واحدة مفيش مشكلة، قدرت توصل من اكتر من خطوة مفيش مشكلة، المهم ان انت توصل لي العدد في النهاية زي ما هو قال لي لابسط صورة، زي ما هو قال لي لابسط صورة، يعني اقل صورة ممكن اوصل لها. بعرف ان انا وصلت لابسط صورة لو لقيت فوق واحد مثلا وتحت اي عدد، فانت كده عرفت انك وصلت لابسط صورة. لو لقيت ان انت عندك عددين جايين ورا بعض 2 على 3 مثلا، لو لقيت ان انت عندك اعداد اولية زي برضو 3 و7، فانت كده خلاص وصلت لابسط صوره، لان الاعداد الاوليه مش هيلاقوا حاجه يقبلوا الاسم عليها تاني مع بعض غير الواحد بقى. خلاص، ما احنا عارفين ان كل عدد اولي اللي بيقبل الاسم على نفسه وعلى الواحد، يعني ال3 تقبل على الواحد وعلى نفسها اللي هي ال3، وال7 تقبل على الواحد وعلى نفسها اللي هي ال7. طيب نشوف ايه تاني. بيقول لي اكمل ما ياتي. هنا ال5 بقت 1. ده صغرت يبقى هي اتقسمت، صغرت يبقى ايه؟ اتقسمت. ده بس ال5 بقت 1، يعني اتقسمت على كام؟ اتقسمت على نفسها. اي عدد هيديني 1 يبقى اتقسم على نفسه، وطالما قسمت فوق على 5 يبقى لازم اقسم تحت على ال5. ماشي، 10 على 5 فيها ال2. طيب ال9 بقت 3، ده صغرت يبقى اتقسمت. يا ترى ال9 على كام تديني 3؟ هو 3 في كام ب9؟ 3 في 3، يبقى ال9 دي اتقسمت على 3، يبقى انا اقسم ال3 فوق على 3 فهتديلي 1. ماشي، ال12 بقت 4، صغرت يبقى اتقسمت. يا ترى 12 على كام؟ يعني اتقسمت على كام عشان تدينا 4؟ هي 4 في كام ب12؟ 4 في 3، يبقى 12 دي اتقسمت على 3 عشان كده ادتني 4. يبقى انا هقسم ال9 فوق على 3، 9 على 3 تديلي كام؟ 3. تمام. بعد كده بيقول لي بقى ايه الجزء الجديد بقى اللي هو اساس الدرس بتاعنا النهارده، اللي انا هجيب له كسور متحده المقام، يعني مقاماتها واحده بس باستخدام المضاعف المشترك الاصغر. طبعا انا لو جاب لي عددين مثلا زي ال3 وال4 وعايز اصغر مضاعف لهم هما الاثنين يقبلوا الاسم عليه، احنا كنا بنروح نجيب المضاعفات، نبدا بالصفر وبعدين نزود بقى 3 و3 و6 و9 و12 و15 و18. طب تعالى هنا كفايه كده علينا، هنبدا من الصفر برضو وبعدين نزود 4 ونزود 4 يبقى 8 ونزود 4 يبقى 12 ونزود 4 يبقى 16 ونزود 4 يبقى 20. شوف بقى مين اصغر مضاعف جالك معاهم هما الاثنين، لو غير الصفر طبعا. اصغر مضاعف مشترك، اصغر مضاعف وصلت له كان ال12. طب هل انا كل مسألة يجيب لي مقامين وعايز مني اخلي المقام المضاعف المشترك الاصغر همسك الاثنين واجيب مضاعفتها وهمسك ال6 واجيب مضاعفتها واعمل الكلام ده؟ لا، انا فاهمك طرق توصل بيها للمضاعف المشترك الاصغر بمنتهى السهولة ان شاء الله، وبالممارسة هتلاقيها سهلة جدا. ماشي. طيب انت عندك دلوقتي جايب لك عددين، جاب لك نص و3 على 6، جاب لك كسرين يعني نص و3 على 6. اولا الاثنين دي الصغيرة هل انت تقدر توصلها لل6؟ هتعمل فيها ايه؟ هضربها في 3. طالما ال6 تقبل الاسم على 2 يبقى ال6 هي اصغر مضاعف لهم هما الاثنين مع بعض. طالما الكبير اللي عندك ده يقبل الاسم على 2 يبقى الكبير ده هو اصغر مضاعف لهم هما الاثنين مع بعض. طيب يعني الاثنين انت تقدر توصلها لل6، فانت هتضربها في 3 عشان توصل ل6. ضربت تحت في 3 يبقى هتضرب فوق في 3، يبقى انت هتخلي مقاماتك الجديده كلها 6، وهنا كده 6 ده تفضل زي ما هي لان انت قدرت توصل الاثنين ل6. طب الاثنين دي انت وصلتها ل6 بانك ضربتها في 3، يبقى تضرب لها البسط بتاعها في 3، 1 في 3 ب3. ال6 فضلت زي ما هي، هتنزل لها البسط بتاعها زي ما هو، يبقى انت كده جبت له المضاعف المشترك الاصغر للمقامين 2 و6 وغيرت له بقى الكسر بما يتناسب معاه. طيب ال5 هنعرف نوصلها لل10، يعني ال10 بتبقى الاسم على ال5 صح، فانا هعرف اخلي ال5 10. ان انا اعمل ايه؟ هضربها في 2، يبقى انا لازم اضرب فوق برضو في 2.
وانا كده جبت 5 في 2 بقت 10 و2 في 2 ب4. ال10 زي ما هي نزلها وال3 تنزل زي ما هي لان احنا ما عملناش حاجه في الكسر ده عشان ال10 نزلت. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك مقامين والعدد الصغير فيهم تعرف توصله للكبير او الكبير يعني يقبل القسمة على الصغير، ده معناه ان الكبير هو المضاعف المشترك الاصغر للعددين. الكبير طالما بيقبل القسمة على الصغير ده معناه ان الكبير هو المضاعف المشترك الاصغر للعددين. فانا اعمل ايه؟ اوصل الصغير انه يبقى الكبير، يعني يبقى قد الكبير، بان انا اضربه في عدد يوصله ويخليه قد الكبير. فال5 عشان اخليها 10 ضربتها في 2 وبالتالي هضرب الاتنين اللي فوق برضو في 2. ماشي؟ طيب لو انا عندي العددين بتوع المقامات مش هعرف اخلي الاتنين دي 3 اصلا، ولا التلاتة بتبقى الاسم على 2. بس لاحظ حاجة تانية، ان الاتنين والتلاتة اعداد اولية. اعداد ايه؟ الاولي مين؟ اللي بيكون له عاملين بس، نفسه والواحد الثاني. التلاتة دي عبارة عن 3 في 1، ده عواملها. يعني الاعداد اللي مضربها في بعضها تديني 3، هي 3 في 1، عواملها 3 و1. والاتنين لما اجي اشوف انا مين في مين يديني 2، هو برضو الواحد في 2. فعشان كده بنقول اعداد اوليه يعني لها عاملين 2 بس. فانت عندك الاعداد الاوليه تضربهم في بعض. تضربهم في ايه؟ في بعض. الاتنين هتضرب في 3 هتبقى 6، التلاتة هتضرب في الاتنين بقت 6. يعني انت خليت المقام الجديد حاصل ضرب العددين الاوليين اللي عندك. طب الاتنين ده عشان تبقى 6 يبقى اتضربت في 3، يبقى لازم اضرب لها البسط بتاعها في 3. 1 في 3 ب3. والتلاتة ده عشان تبقى 6 يبقى اتضربت في 2، يبقى لازم اضرب لها البسط بتاعها في 2. 2 في 2 ب4. او انت ضربت دول في بعض، امشي بقى زي المقص كده. بلاش موضوع المقص ده دلوقتي لما ناخده في دروس تانية. طب عندك ال5 اولي وال7 اولي، خلاص اضربهم في بعض هتعمل لي مقامين جداد. 35 هو نفس المقام، يعني ده بدل عددين اوليين يبقى اصغر مضاعف يقبل اسم عليهم اللي هو المضاعف المشترك الاصغر هو حاصل ضربهم في بعض. ماشي؟ ليه؟ لان انت مش هتلاقي عدد يقبل اسم عليهم هما الاثنين اقل من حاصل ضربهم في بعض لانهم اعداد اوليه. تمام. ال5 بقت 35 يعني اتضربت في كام؟ في 7. يبقى انا لازم اضرب لها الاثنين دي في 7 هتبقى 14. والسبعة بقت 35 يعني ايه اللي جرى لها؟ يعني اتضربت في 5 يبقى لازم اضرب لها الواحد بتاعها بتاع البسط في 5 برضو فهيبقى 5. يبقى انا كده جبت مقامات اللي هي المضاعف المشترك الاصغر، وغيرت بقى اللي كل الحاجه عشان ان انا لو حطيت مثلا مقامات 35 وما غيرتش في البسط يبقى انا غيرت قيمه الكسر. فانا طالما المقام ال5 ده بقى 35 هشوفه اتضرب في كام؟ اتضرب في 7، يبقى اضرب له البسط بتاعه في 7. والسبعة دي بقت 35 يبقى هي اتضربت في 5، يبقى اضرب لها البسط بتاعها في 5. ماشي؟ هنا برضو ده 3 وده 7 اعداد برضو ايه؟ اوليه، يبقى هضربهم في بعض. 3 في 7 ب21. المقام برضو 21. طب التلاتة عشان تبقى 21 يبقى اتضربت في 7. اتضربت في 7 اللي هي التانية دي، يبقى اضرب لها 2 في 7 تبقى 14. والسبعة طبعا اتضربت في 3، يبقى هضرب لها الواحد فوق في 3 يبقى 3 على 21. ال11 وال33 برضو اعداد اوليه. ال11 عدد اولي ما انت لو جيت تشوف مين في مين يديك 11 مش هتلاقي غير الواحد في 11. فال11 عدد اولي. لما اضرب 3 في 11 ب 33. 3 في 11 33. ال11 اتضربت في ال3 يبقى اضرب لها البسط بتاعها برضو في ال3. 3 في 3 ب9. 3 اتضربت في ال11 يبقى اضرب لها البسط بتاعها برضو في ال11. 1 في 11 ب11. تمام؟ طيب هنا برضو 4 و5 دي وعدد اولي وعدد مش اولي. ال4 مش اولي وال5 اولي، اضربهم برضو في بعض طالما فيهم عدد اولي حتى لو واحد اضربهم برضو في بعض. 4 في 5 ب20. 4 في 5 ب20 عشان تجيب لهم المضاعف المشترك الاصغر. ماشي؟ طب ال4 ضربت في 5 يبقى هضرب الواحد ده في 5. 1 في 5 ب5. وال5 دي ضربت في 4 يبقى هضرب لها الاثنين في 4. 2 في 4 ب8. تمام؟ طيب دول ايه بقى؟ لا ده اولي ولا ده اولي. هضربهم في بعض؟ لا، لو ضربتهم في بعض مش هيدوك 18، وال18 ده مش اصغر مضاعف لهم هما الاثنين. لكن انت عندك ال6 تقبل الاسم على الاثنين صح؟ ال6 اللي هي الكبيره تقبل الاسم على الاثنين، يبقى معنى كده ان ال6 هي المضاعف المشترك الاصغر للعددين. طب انا اعمل ايه هنا؟ هضرب الاثنين في عدد يخليها 6، هضربها في 3. لما اضرب الاثنين في 3 ادتني 6، يبقى اضرب لها البسط بتاعها برضو في 3. واسيب ال6 بقى زي ما هي لان ال6 هي اصغر مضاعف لهم هما الاثنين. تمام؟ ويبقى احط لها البسط بتاعها برضو زي ما هو، ما عملتش فيها حاجه. انا ما عملتش في المقام حاجه بقى، ما اعملش في البسط حاجه. ماشي؟ يا رب تكونوا فاهمين. عرفوني في التعليقات فاهمين ولا مش فاهمين. طيب ال4 وال6 دي اعداد مش اوليه، اعداد زوجيه عاديه خالص ومش اوليه. وال4 ما اقدرش اخليها 6 وال6 ما تقبلش الاسم على 4، يبقى ال6 مش المضاعف المشترك الاصغر للعددين. اعمل ايه؟
الستة الكبيرة تعالى كده اضرب الستة في 2. لما ضربت الستة في 2 ادتني 12. ادتني ايه؟ 12. هل 12 تقبل على 4؟ تقبل اسمها على 4. يعني انا اعرف اخلي الاربعة 12 لو انا ضربتها في 3. خلاص يبقى انت تضرب الستة في 2 فتبقى 12، وتضرب الاربعة في 3 عشان تبقى 12. انت جيت ضربت الستة الاول في 2 لقيتها ادتك 12. ال 12 دهوت هيبقى الاسم على الستة ويبقى الاسم على الاربعة. تمام، يبقى هو ده اصغر مضاعف يبقى الاسم عليهم هما الاتنين. خلاص هنخلي المقامات الجديدة ايه؟ 12. هنخلي المقامات الجديدة 12. الاربعة عشان تبقى 12 اتضربت في 3، يبقى هضرب لها الاتنين اللي هي البسط بتاعها في 3 هيبقى 6. والستة عشان تبقى 12 اتضربت في 2. ما انا اول ما جربت ضربت في 2، لو ما كانتش نفعت كنت هضرب في 3. يعني لو انا ضربت في 2 اداني عدد ما قبلش الاسم على 4 كنت هضرب في 3. 3 برضو اللي هي البسط اضربها في 2 هتديني 6. طيب هنا 6 وهنا 8 مش اعداد اولية. تمام، وما اقدرش اخلي الستة 8 او ال8 بتقبلش الاسم على الستة. اعمل ايه؟ تعالى على ال8 اللي هي الكبيرة. اول حاجة اضربها في 2 هتدي لك كام؟ 16. هل 16 تقبل اسم على الستة؟ لا ما تقبلش. خلاص يبقى الاتنين تجربة مش نافعة. اضرب في 3. 8 في 3 بكام؟ ب24. هل ال 24 يبقى الاسم على الستة؟ تقبل الاسم على الستة عشان 6 في 4 ب 24. طب يبقى ال 24 دي بقى اصغر مضاعف يبقى الاسم على 8 وعلى 6 في نفس الوقت. يعني هعمل ايه؟ هخلي مقاماتي الجديدة 24. 24 تمام. الستة عشان تبقى 24 قلنا اتضربت في كام؟ في 4، يبقى اضرب لها البسط بتاعها في 4، يبقى 2 في 4 ب8. ماشي. ال8 عشان تبقى 24 اتضربت في 3، يبقى اضرب البسط فوق برضو في 3. 3 في 3 ب9، يبقى 8 على 24 و9 على 24. طيب هنا برضو الاربعة مش هعرف اخليها 6. هنضاعف. قلنا الستة هنضربها في 2 ادتني 12 هتقبل على الاربعة، يبقى ال 12 هو المضاعف المشترك الاصغر للاربعة والستة، يبقى ده 12 وده 12. تمام. الاربعة بقت 12 لما ضربتها في 3، يبقى اضرب الواحد في 3 اداني 3. والستة اتضربت في 2 فبقت 12، يبقى اضرب لها البسط في 2. 5 في 2 بايه؟ ب10. هنا بيقول لي اوجد اصغر مقام مشترك للكسور الاتية مع تغيير الكسور. يعني انا راح اجيب له اصغر مقام مشترك اللي هو مضاعف المشترك الاصغر، هو يقصد كده. تعالى 3 و9. 3 ده اولي، ما تقوليش هضربها في 9. ليه؟ لان التلاتة نفسها انت تقدر تخليها 9. ازاي؟ لو انا ضربت التلاتة دي في 3 يبقى انا عملت مقامات جديدة اللي هي 9 اهي. ماشي. صح، طالما اقدر اخلي التلاتة 9 فانا ضربت التلاتة في 3. طيب يبقى انا التلاتة تحت ضربت في 3، يبقى اضرب لها البسط بتاعها فوق في 3، يبقى 2 في 3 ب6. والتسعة زي ما هي خلاص انزلها البسط بتاعها زي ما هو، ادتني 5. يعني 6 على 9 و5 على 9. ماشي. يبقى التسعة هي مضاعف المشترك الاصغر للعددين 3 و9. طب 3 و5 اعداد اولية قلنا مش هنعرف ما تضاعفش بقى هنا ولا حاجة، اضربهم في بعض. يبقى هنا 15 وهنا 15. ماشي. التلاتة عشان تبقى 15 يبقى اتضربت في 5، اضرب لها البسط فوق في 5، يبقى هنا 1 في 5 ب5. ماشي. طيب هنا ال5 دي بقت 15، يبقى انا ضربتها في 3، يبقى اضرب الواحد في 3. 1 في 3 ب3، يعني 3 على 15 و5 على 15. يبقى المضاعف المشترك الاصغر للعددين 3 و5 عشان هم اعداد اوليه ضربتهم في بعض. طب الاربعة والتمانية اقدر اخلي الاربعة 8، فانا هضرب الاربعة في 2. طالما التمانية تقبل على الاربعة يبقى التمانية هي اصغر مضاعف للعددين، وهنا هضرب في 2. 1 في 2 ب2 و4 في 2 ب8. ماشي. خلاص دي بقت 8، هنسيب ال8 دي زي ما هي كده، وهنا ادي 3 يبقى 2 على 8 و3 على 8. يبقى المضاعف المشترك الاصغر لعددين 4 و8، طالما ال8 تقبل على الاربعة هو ال8. طب هنا 5 على 6 و3 على 8، دي مش اعداد اوليه، والستة ما اقدرش اخليها 8 او ال8 بتقبلش على 6. لو جيت ضاعفت ال8 ضربتها في 2 هتديني 16. 16 مش هتقبل على 6، فانا هضربها خلاص في 3 هتديني 24. ماشي. وهنا 24. الستة عشان تبقى 24 يبقى اتضربت في 4، يبقى هضرب لها ال5 دي في 4 فهتديلنا 20. ماشي. ال8 عشان تبقى 24 اتضربت في 3، يبقى هضرب لها ال3 دي في 3 هتديلنا 9 على 24. احنا كده خلصنا الدرس. معلش ممكن نكون طولنا شويه كتار، وعشان اول درس وعشان احنا بنجيب حاجه من القديم وبعدين نشرح الجديد. لو محتاجين اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات. انا هعمل اختبار على الكتروني على الدرس ده واحطه على الصفحه بتاعتنا باسم متعه الرياضيات على الفيسبوك. طبعا احنا باذن الله نظامنا في الترم ده ان احنا هنعمل على كل درس اختبار الكتروني عشان نشوف مستوى الطلبه بتوعنا عامل ايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.